ورحمة الله وبركاته. اليوم نتضامن مع المنتخب اليمني إن شاء الله أن المنتخب اليمني بيلعب اليوم الساعة 9:30 مساء بيواجه المنتخب السعودي، وإن شاء الله أن احنا معاهم، الجمهور اليمني معاهم في كل دولة عربية بإذن الله. إن المنتخب قوي بإذن الله، ولكن لماذا تصريحات المدرب اسكوب يقوم يدي كلمة ويصرح أنه المنتخب اليمني متجهز، ولكن لم يتحمل مسؤولية، ولكن أنه لا يوعد المنتخب ولا الشعب اليمني ولا الجمهور أنه يحقق بطولة قوية ويفوز المنتخب اليمني. لماذا؟ هذا السؤال للاتحاد اليمني الفاشل والمدرب اسكوب. أنتم المتحملين المسؤولية إلى خسر المنتخب اليمني، أن أنتم المتحملين المسؤولية الاتحاد اليمني والمدرب اسكوب. ولكن احنا نتضامن مع المنتخب اليمني ان شاء الله ان المنتخب اليمني قوي بدون مدرب بدون اتحاد. ان المنتخب اليمني القوي والابطال والنجوم الابطال اللاعبين باذن الله انهم يحققوا بطولة قوية باذن الله ويفوزوا اليوم على المنتخب السعودي، وان شاء الله انهم بيواصلوا البطولة في خليج 25 في البصرة، وان شاء الله ان المنتخب اليمني قوي باذن الله. ولكن نسأل رئيس الدولة العراق لماذا الشعب اليمني والجمهور اليمني يدخل يشجع المنتخب اليمني، ولماذا بمعاملات وبصمات وتوقيعات لماذا في الحدود والمنتخبات كلها الجمهور السعودي والجمهور الدول الثانية يدخلوا بدون بصمات ولا بدون توقيعات بدون شيء؟ لماذا يا رئيس دولة العراق؟ لماذا يا عراق؟ لماذا ان الشعب اليمني يحبكم ويحب الجمهور ويحب اللاعبين العراقيين؟ ولماذا هذا من فشلة الاتحاد حقنا الفاشل؟ انه لو كان يحصل هكذا مع المنتخب اليمني نعم نتشرف انهم قبلوا المنتخب اليمني واستقبلوه باستقبال كويس، ولكن منعوا الجمهور اليمني إلا بتوقيعات وبصمات، وأن الجمهور اليمني لم يقدر يدخل إلى العراق بمعوقات قوية، أنه لم يقدر يسافر لأي دولة بعد ما يبصم على العراق. ولكن هذا الاتحاد الفاشل، هم هؤلاء المسؤولين الذين في الاتحاد لم يشوفوا للجمهور اليمني أي حل. ولماذا؟ وهذا كان يسحب من البطولة، ولكن هذا نحمل المسؤولية هو الاتحاد اليمني الذي لا يحب الشعب ولا يحب اللاعبين ولا يحب الكرة القدم ولا يحب المنتخب اليمني. وشفتوا المنتخبات اليمنية بيحطمها الاتحاد اليمني الفاشل، وهذا إن لله وإنا إليه راجعون. هذا الاتحاد الفاشل واسكوب قامت له تصريحات وقام في التواصل الاجتماعي انه باي يشرف على المنتخب الناشئين. يكفينا يا اسكوب، درب المنتخب الكبار بس، لم تدرب المنتخب الناشئين ابطال. لا تحطمونا، لا تحطموا الشعب والجمهور اليمني. لماذا معنا النجوم الابطال كلهم المنتخبات القوية اليمنية، ولكن ما بش تدريبات ولا معسكرات ولا نوادي ولا مباراة ودية مع منتخبات قوية؟ لماذا؟ وهذا يرجع إلى الاتحاد الفاشل، هو الاتحاد الذي ظلم المنتخبات اليمنية. وإن شاء الله إن الفوز للمنتخب اليمني بإذن الله، والمنتخب الناشئين إن شاء الله يحققوا بطولة قوية بإذن الله. وارجو من الجمهور اليمني أن يحققونا ويفرحوا الشعب اليمني ويفرح المنتخب. شجعوا المنتخب اليمني خاسر أو رابح، إن شاء الله يفوز، إن شاء الله يفوز، ولا يخسر. إحنا معاكم، الشعب اليمني معاكم، يحبكم، إن شاء الله أنه يحقق